السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المكشكشه اللي مكسره الدنيا على السوشيال ميديا. عايزه اقول لكم قلب الدنيا. كل الناس بتتكلم عليها وناس كتيره جدا عملتها، قنوات كتيره جدا عملتها. عايزه اقول لكم بجد سهله جدا وروعه، بجد طعمها تحفه. هي الصراحه الواحد يستاهل الكلام عليها، هي فعلا جميله فعلا بجد. بس طبعا احنا الناس اتكلمت عليها كتير ليه؟ لان اسعارها غاليه جدا جدا بره. يعني عايزه اقول لكم يعني الكميه دي عامله بره 400 جنيه مثلا. ده نص كيلو جلاش، يعني انتم متخيلين الكميه قد ايه؟ نص كيلو جلاش، واخدنا شويه حاجات كده يعني كلهم على بعض مش هيكلفوني 50 جنيه حتى. عايزه اقول لكم الطريقه سهله جدا وبسيطه، وعاملاها باقل المكونات وابسط المكونات. حابه اشكر كل الناس اللي بتدعمني ومتشكره لكم جدا بجد، وكلنا بنكبر مع بعض وببعض. يا رب تكون الطريقه سهله عليكم ان شاء الله، وجربوها وقولوا رايكم فيها. هندخل بقى مع بعض الخطوات نشوف المكونات اللي معانا ايه. ونسمي الله حبايبي ونصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام. نشوف هنعمل ايه. انا معايا دي كوبايه لبن او كوبايه حليب. معايا هنا معلقه لبن بودر، معلقه كريم باستري، معلقه كريم شانتيه، معلقتين نشا. كل الحاجات دي هضيفها على بعضها على البارد كده بالشكل ده، ونبتدي ندوبها مع بعض. هنضيف على الكلام ده معايا هنا كيس فانيليا. هنضيف بقى كل ده نقلبه على بعض كده، ندمج كل المكونات على بعض قبل ما ندخلها على النار. ونحطها على النار ونشوف شكلها مع بعض عامل ازاي. كده نتأكد كل المكونات بتاعتي دابت الأول كويس جدا، نبتدي بقى نولع عليها النار ونبتدي ناخد بالنا منها. لو انت حابه تضيفي المرحله دي سكر زي ما انت حابه، بس انا عندي الكريم البسر بيبقى عليه سكر، غير ان احنا هنحط بقى شربات وحاجات زي كده او سيرم، مش محتاجه ان هي تبقى مسكره اكتر من كده. بس هتتقل معايا ونرجع نشوف شكلها. الطريقه دي كده حبايبي بنعملها زي القشطه الكدابه. احنا ممكن نغير الكلام خالص ونعمل حاجه تانية مختلفه. ممكن نضرب كوبايه كريم باستري مع كوبايه لبن بس بالمضرب الكهرباء، نتعامل معاها زي معامله الكريم شانتيه ونعملها بالطريقه دي، او الطريقه اللي احنا بنعملها مع بعض. انا حبيت بس اقول لكم البدايل لو حابين تغيروها. وكده حبايبي قوامها خلاص بدأ يتقل معايا بالشكل ده. انا هضيف لها هنا قطعه شوكولاته بيضه كده بالشكل ده، واقلب كويس. انا حاسه انها تقيله شويه، اضيف لها شويه لبن كمان. وخلاص كده ده قوامها المناسب معايا كده بالشكل ده. نشوف شكلها بقى. وكده خلاص خلصنا الكريمه بتاعتنا، نفضيها في طبق بقى ونرجع نشوف شكلها. كده حبايبي خلاص فضينا الكريمه بتاعتنا في طبق كده، نغطي بس الوش بتاعها عشان ما ينشفش معايا، ونرجع نشوف هنعمل ايه. ونشوف كده حبايبي هنعمل مع بعض ايه. انا عندي ده الطبق بتاعي البايركس اللي هعمل فيه، دهنته سمنه كويس جدا. الماده الدهنيه اللي انت حباها حطيها، حابه تحطي سمنه زبده اللي انت حاباه. هناخد ورقه الجلاش بتاعتنا كده، نبتدي ناخد ورقات منها كده بالشكل ده. نخلي بالنا بس نغطي الجلاش بتاعنا عشان ما ينشفش. هنبتدي نعمل كده، نعمل كده بالراحه، نبتدي ندهن بقى بالفرشه بتاعتنا. ونبدأ ندهن الطبقة بتاعتنا كده بالزبدة كده بالشكل ده، منكترش قوي الدهان بتاعنا. احنا برضو عايزينها تبقى مورقة تبقى حلوة، طبعا حسب ما الجلاش بتاعك يشرب معاكي. نبتدي نحط طبقة تانية. انا هضيف يعني حوالي اقل من نص الكمية بتاعت الجلاش بحاجة بسيطة خالص. مش هحط كمية كبيرة قوي عشان ما تبقاش تخينة معايا من تحت. انا محتاجة الكمية الاكبر فوق كده بالشكل ده. هكمل بقى نص الكمية اللي فاضلة زي ما قلت لكم وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. وكده حبايبي خلاص عملنا الكميه اللي احنا عايزينها. انا عملت اقل من نص الكميه شويه عشان تكفي معايا. هنبتدي بقى ناخد الكريمه بتاعتنا كده، نسمي الله، نقلبها كده بالشكل ده. طبعا احنا غطيناها عشان وشها ما ينشفش معايا كده بالطريقه دي. نقلبها بس كويس عشان ما تبقاش متكتله معايا كده بالطريقه دي. ونبتدي بقى نفضيها عندي في الطبق. وكده حبايبي خلاص فردنا الكريمه بتاعتنا كده بالشكل ده. نيجي ننزل الطبقات بتاعتنا كده بالطريقه دي عشان تجمع معايا في القشطه نفسها، ما تطلعش معايا من الجناب. طبعا لو انت حابه تعمليها بقى من غير جناب كده مفيش اي مشكله. هنقفلها بس بالراحه كده، ونبتدي نحط عليها الجلاش بتاعنا في الباقي كده بالطريقه دي. نبتدي بقى نضيف طبق جلاش تانية كده. نبتدي بقى نضيف الجلاش بتاعنا كده، نبتدي بقى نخش لجوه كده بالطريقه دي كده. ونخلي الزيادات هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي كده. وندهن برضو الدهنه المتينه بتاعتنا كده بالشكل ده. يا جماعه لازم ندهن بين الطبقات كويس جدا عشان ما تفكش معايا، ما تبقاش مكتله معايا، تبقى طالعه معايا طريه كده ومورقه. ونقفل الزيادات كده من جوه بالشكل ده كده بالطريقه دي. طبعا ندهن الفروع بتاعتها دي. نبتدي بقى نكمل بنفس الشكل ده كده. بصوا بقى عشان ما اطولش عليكم هكمل انا بنفس الطريقه. بس عايزه اقول لكم حاجه، انا مش هعمل بقى نفس الحته اللي انا عملت فيها تنيتها من هنا. ابتدي افكها من الناحيه التانية كده، ابتدي افردها من الناحيه التانية كده عشان تبقاش كلها معايا في كتله واحده. بس هكملها وارجع اوريكم شكلها. بصوا حبايبي نبتدي نكشكش الورق بتاعنا. معلش انا اتلخبطت، فكرت بعمل صينيه عاديه. نبتدي نكشكش الورق بتاعنا كده كاننا بنعمل مروحه. عارفين المروحه اللي كنا بنعملها زمان كده، اللي كنا بنقعد نهوي بيها بالورق والكلام ده؟ نبتدي نعملها كده بالطريقه دي
كده بالشكل ده، ونبتدي نضيفها عندي في الصاج بتاعي كده. عايزه تعمليها بالطول بالعرض زي ما انت حابه، انا هعملها كده بالطريقه دي. نعمل كمان واحده مع بعض كده، نكشكشها كلها كده معايا بالشكل ده، ونبتدي نضيفها في الطبق بتاعنا كده. ونعمل كمان واحده كده مع بعض يا حبايبي كده بالشكل زي ما قلنا، بنلمها من بعض كده من الجناب زي المروحه. انت ممكن تدهنيها سمنه وممكن تعمليها بنفس الطريقه دي، مفيش اي مشكله. احنا كده كده هنحط سمنه على الوش عشان ما نكترش الدهون بتاعتها بس. كده بالشكل ده، شايفين كده شكلها؟ بس هكمل بقى الطبق بتاعي وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. وكده يا حبايبي خلاص الطبق بتاعي خلص معايا بالشكل ده. بقى نبتدي نجيب الزبده بتاعتنا كده، نرشها بالطريقه دي كده. لازم يا جماعه نشربها كويس جدا. كوبايه الزبده بتاعتي هتاخد معايا كوبايه زبده واحده بس، مش هتاخد معايا اكتر من كده. هندهن منها جزء تحت وجزء هنضيفه في النص كده، والباقي هنضيفه على الوش بالطريقه دي. انا اضطريت اعمل هنا بالعرض كده، عندي بالعرض كده عشان طول الورقه بتاعتي، بدل ما اقص منها كده عملتها بالشكل ده. خلاص كده هنبتدي بقى نسخن الفرن بتاعنا وندخلها فرن مسخن مسبقا كده بالطريقه دي. وكده حبايبي خلاص المكشكشه بتاعتي خلصت معايا بالشكل ده. نبتدي نسقيها شربات. انا عندي ده كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه، ضايفه عليهم نص ليمونه وظرف فانيليا، ونبتدي نسقي الشربات بتاعنا كده. نبتدي نسقي كده بالطريقه دي بالراحه كده. بصوا ما شاء الله طلع لونها روعه بجد. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا. ان شاء الله تبقى سهله عليكم باذن الله، جربوها وقولوا رايكم فيها كده بالطريقه دي. طبعا بنحط على حسب كميه الشربات اللي هي بتحتاجها، لو انت بتحبي السكر كتير شويه زي ما انت حابه. بس نسيبها تهدى كده شويه ونرجع نشوف شكلها. وكده حبايبي خلاص خلصنا الصاج بتاعنا كده. نبتدي نرش عندنا هنا الفستق الكداب كده بالشكل ده. طبعا الشكل اللي انتوا بقى حابينه. لو عايزه اضيف بقى شويه جوزين بمعيه، شويه مكسرات، اي مكسرات انت حابه ضيفيها. هو الصراحه بيدي شكل حلو قوي ليها كده. بس كده خلصت معانا وبقى شكلها كده معانا بالشكل ده. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوها. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم. وده كده حبايبي شكلها بعد ما خلصت. شايفين ما شاء الله لونها روعه وشكلها تحفه بجد. شايفين شكل الكريمه من جوه عامله ازاي؟ بجد كده شغل فاخر من الاخر. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوها، بجد روعه. يا رب تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم.